السلام عليكم. نسيت البس المايك. عمرك شفت غباوه كده؟ ازيكم عاملين ايه؟ اسف على البدايه الغريبه اللي انتوا شفتوها دي، بس عاوز اقول شكرا لصاحب الكومنت لان الصراحه رده جميل جدا. انا كنت بدات احبط ومستوى الحماس عندي ينزل تحت الارض حرفيا. استنى اخد نفس، انا بتكلم كتير كده ليه؟ لكن بعد الكومنت الجميل ده اقسم بالله صاحبي انت اديتني باور عالي جدا، فالف الف شكرا ليك يا صديقي. ويلا بقى نبدا الفيديو على طول. تبعد عني ما تقولش بعدك مش فاهم. الله يخرب بيت سنينك. محدش ملاحظ يا جماعه ان رورو ما بتظهرش غير قبل رمضان؟ ده بجد والله. انت بتطلعي تنشري فتنه يا انت وهيقول انا اللي بعمل كده. عشان بعدك جنني عشان سيبك من رورو، بس الاغنيه الصراحه انا بعشق الاغنيه دي فشخ يا جماعه. من سنه كام الاغنيه دي؟ قديمه فشخ يا اسطى، بس انا بموت فيها فعلا. تبعد عني ما تقولش بعدك مش فارق عشان بعدك جنني عشان بعدك جنني انا كل ما اقرب تبعد. طبعا ده صاحبك اللي لازم يشكل في كل اخر فيديو، ده احنا عارفينه، بس انا عاوزك تركز في حاجه مهمه. مش عارف اخدت بالكم منها ولا لا. هو نفس الميك اب كل واحد، نفس الخدود، نفس المناخير، نفس درجة اللون. بسم الله ما شاء الله. الفيديو كله اسطمبة واحدة يا جدعان. يعني المحتوى اللي انت بتشوفه كله يا معلم على التيك توك انت شفته في فيديو واحد على الدغري. ما تقولش بعدك مش فارق. استنى بس اقرا الفيديو. انا عاوز اقول لك ان انا صدري مولع، حاسس ان في نار جوه مش فاهم في ايه. هي بتقول لي شد حيلك شويه علشان نتجوز. استنى في كلام تحت. انا لسه قابض جمعيه عاملها مخصوص عشان انت صاحبي بتشرح عشان ما اكلتش تونه بقالي سنتين ونفسي اجيب واحده. لو هيطلع لك واحد كمان في الكومنتات، استنى بس والله لا ممكن ادور ولا ايه. هيطلع لك واحد يقول لك ازاي وكمان عندك تونه؟ ما انت هيتقر عليك، يعني هيتقر عليك يا صاحبي. بس انا حاسك ابن غني. انت غني يا اسطى، انت معاك فلوس على الدغري بوتاجاز، ده انت غني. عشان بعدك جنني عشان بعدك جنني انا كل ما اقرب جواباتك واشوف كلامك لاخواتك انت بعد. الاغنيه دي انا بعشقها يا اسطى. انا ممكن افضل الفيديو كله كده اقسم بالله. بس انا عاوز اقول لك حاجه، انا بمر بنفس القصه دي اقسم بالله. يعني انا الحاجه يوميا الله يبارك لها ويديها طول العمر يا رب، مش ناوي تتجوز يا ولدي، عاوزين نفرح بيك، عاوزين نشوف عيالك. يا اخوي يا اختي يا ستي كده. مش جاهز، انا مش جاهز ماديا. يلا مش جاهز ماديا. ما مشكله هيطلعوا العيب في حاجات تانية. فانا تمام والله، والله تمام. ما تقولش بعدك مش فارق عشان بعدك جنني. لا ثانيه سيبك من الترند ده. ايه الاشاره دي؟ هي خرصه؟ لا ده لا في حاجه غلط والله العظيم بجد يا جدعان. لا يكون البت بتستنجد بينا. استنى. عشان بعدك جنني انا كل ما اقرب جواباتك واشوف كلامك ايه البصات دي؟ في حاجه غلط يا اخوانا، والله في حاجه غلط. لاخواتك انت بعد. انا هخش الاكونت بتاعها اطمن عليها، لو في فيديوهات تانية ليها يبقى هي تمام ماشي. لو زردت في برطمان وقفلت عليها جامد، هل هتفضل بنفس الريحه بعد 10 سنين؟ علميا سايب الدنيا كلها ومركز في الفاسيه. الله يقرفك يا شيخ، اقسم بالله انا حاسك هتطلع عالم ذرات. غاز كبريتيت الهيدروجين اللي موجود في الفاسيا هيقدر يقعد لسنين لو مقفول عليه كويس. انا عندي واحد صاحب بيدي فاسيه مركزه بتقعد في الاوضه. لو رميت عود كبريت الاوضه هتولع. فلو جيت شميت فاسيتك بعد سنين هتلاقيها نفس ريحه البيض المسلوق اللي انت اكلته من 11 سنه. لو زردت انا اسف اني جددت الباقه وانك شفت فيديو زي ده، يا ريت ما شحنتها. هل لو طرطرت على عمود كهرباء، الكهرباء ممكن تمسك في طرطرت على العمود؟ طرطر الف خيرك يا اسطى. البيبي لحد ما توصل لجسمك وتقتلك؟ لما بتطرطر الميه بتبقى عباره عن قطرات منفصله مش مرتبطه ببعضها، فالكهرباء بتمسك نقطه نقطه وصعب توصل لجسمك. بس لو قربت جدا وطرطرت جامد قوي كده الكهرباء ممكن تمسك في البيبي وتوصل لك. بس مش ليه العنقو ده محتوى؟ انت ماسك ليه في الحاجات المعفنه دي؟ قدم حاجه مفيده يا ابني. بس بقول لك ايه، تصدق دي الاسئله ان انا كنت بسالها زمان وانا صغير؟ والله كانت بتيجي في بالي اسئله زي كده غريبه فعلا. يعني هو تقريبا قال انا مش هسيب الموضوع ده وهطلع اتكلم عنه عيني عينك كده بكل جرأة يا صاحبي، وطرطر على وش اللي خلفونا براحتك ولا يهمك. اتبسطت يا روح قلبي. طبعا اتبسطت يا روح. ايه ده؟ هي مين دي؟ انا مين هي؟ مين دي؟ هيدولي انت جايبيتها وقفتيها هونيك وعم بتصوري فيديو عشان تعمل له هيك وتبهدلها على التليفون عشان انت تقولي له مين دي؟ مين دي؟ هيدي جايبينها انتوا لتقهروا أمة محمد كلها اللي عم تحضر. الراجل اتجلط. انا كنت بخاف عليه على فكره، كنت كل فيديوهاته بشوفه صامت، خليتوه نطق. الراجل اتجلط. هيدي انتوا جبتوها ليه؟ لتمثل معكم
هي مش عم تمثل معكم ولا هي بالصدفه وقفت هنيك؟ انا من مكاني هنا اعتذر لكل الشعوب العربيه وخارج العالم، لان عرفنا ان احنا واصلين لبره بالفضائح اللي احنا بنعملها على التيك توك دي، فانا بعتذر واقول انا اسف. انا اسف نيابه عن الشعب المصري كله. ولا حدا جايب حالكم على الفيديو يعني ولا كيف؟ ما عم بفهم. مش انتوا جبتوها ومتفقين على الخطه كلها هيدي ونحن بنقعد بنحضر؟ الفيديو وقف ليه؟ مين دي يا حبيبي؟ هي تدي لك ايه؟ هي عايزه نمرتك؟ هي عايزه تجلطني انا مصر راح ابوس السيسي، راح انجلط انا. حدا يشيلني من المثقاب اللي انا فيه موجود هون. انت شو بدك منا انت وياها؟ ابوس يدكم، غيروا الثقافه، غيروا الفكره، غيروا حرقه القلب اللي عم غير تخلف عقلي. غيروا الكوكب اللي احنا عايشين عليه، اقطعوا النت من على مصر يا جدعان. مفيش غير الحل ده على فكره، ده الحل الوحيد اللي هيريح الدنيا مننا. اديني قلبك وخد حناني ريحت. ايه اديني قلبك وخد حناني؟ انت حولت ولا ايه يا همبكه؟ ده انت بالنضاره السوداء ده انا بخاف منك، خلي بالك. جنبي لو بالثواني، لو انت نار انا ميه، لو انت قسوة انا حنيه، يا لو حنين. انت جرح انا جرح تاني. انا مداوي. لا استناني اللي بعد عم عبد ضربه. طب والنعمة تستاهل. استنى المايه اللي كانت بدي سخنه. يا نهار ابيض. الصبر حلو يا عبد، لنا لقاء لا يجوز فيه رحمه. بياكلوا بعض 24 ساعه كلكم عم عبدو. بص يا زميلي على الدغري كده، انت مش معبرني ولا لايك ولا اشتراك ولا اي حاجه، بس في حاجه عاوز اقولها اهم من ده كمان في اللي جاي. يعني الفيديو اللي هشوفه دلوقتي ده اعتبره جلد ذات. لو انت متحطم ومكسور شويه كده فاهم، فاتفرج على الفيديو ده. لو انت زي الفل قدم سنه عشان ما تشوفش الاحباط ده من الاخر. هيا جايز لبس اللايف بحبكم. المشكله ان مش عارف اقول ايه يسطا في الفيديو ابن الجزمه ده. انا لك كارينا يا اختي. يا اختي وده الطب يا اختي، استني كده. هيا جايز لبس اللايف بحبكم. يخرب بيت. المشكله ان انا قلت ان انا هعمل لها بلوك، ما اعرفش والله العظيم مش بتظهر قدامي. انا تريني انا مفعل متابعها وانا مش واخد بالي، فعم يعني مش عارف، مش فاهم حاجه. انا لك كارينا يا اختي. يا اختي وده الطب يا اختي، استني كده. طب ايه؟ باتو بيبو باتو. هعمل بلور. هلبس ده كارديجان. مرزق. هاتي رقمك. بس بطلوا شعري الاقرب بيتشي. انا حاسس هيجرى حاجه لو كملت، والله العظيم خايف وربنا خايف. بس انا قاعد لوحدي يا اسطى في شقه فاهم، هو صحراء والباقي الشقه كلها ضلمه، فانا لو كملت هيجرى لي حاجه. فانا هطلع لان انا بدات البغ كمان، هتحاول هبقى زيها. فلا سلام. وهنا عزيزي المشاهد تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وبمناسبه دي نضاره بستخدمها او بلبسها اثناء التسجيل لان بحمي عينيا، لان عينيا هتبوظ والنظر هيروح، فانا مش ناقص. فلو وصلت الفيديو لحد الان ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقدرت تاني تبعد عني ما تقولش بعد